اصحى الساعة 5 الفجر، اشتغل 16 ساعة في اليوم. النوم للضعفاء، لو مش بتعاني مش هتبني. الرسائل دي بتخصفنا كل يوم مع كل صفحة تحفيزية، كل مؤثر بيبيع حلم المليون. لكن السؤال هنا، هل النجاح فعلا بيتطلب انك تحرق نفسك ولا ده مجرد وهم بنشتريه؟ خلينا نبدأ بالحقيقة اللي محدش بيقولها. ثقافة الطحن في الشغل مش نصيحة، دي ايديولوجية. الايديولوجية دي بتقول لك لو مش بتشتغل كل ساعة في يومك، لو بتاخد اجازات، لو بتنام 8 ساعات فانت فاشل. المشكلة ان الطموح بقى مرادف للتضحية بكل حاجة تانية. الاصل التاريخي لثقافة الهاسل كلتشر او ثقافة الطحن في الشغل ما جاتش من فراغ، جات من الحلم الامريكي. الفكرة ان اي حد يقدر يوصل للقمة لو قضى كل وقته في الشغل. لكن الفكرة دي اتحولت لسم. ازاي؟ في دراسة من جامعة هارفارد لقوا ان الناس اللي بتشتغل اكتر من 55 ساعة في الاسبوع عندهم خطر اعلى بنسبة 33% للاصابة بجلطات دماغية و13% لمشاكل القلب. يعني الطحن في الشغل مش بيبني نجاحك، ده بيدمر جسمك. لكن ليه بنصدق الخرافة دي؟ السبب الاول هو وهم النجاح. لما تشوف واحد زي ايلون ماسك بيقول لك انه بينام 4 ساعات، او واحد زي ستيف جوبز بيقول لك الوقت كان محدود فلا تضيعه بأن تعيش حياة الآخرين. لما بتسمع كده بتفتكر ان هو ده السر، لكن اللي محدش بيقوله لك انه ايلون ماسك عنده فريق من مئات الموظفين بيشتغلوا عنه، وعنده موارد مالية غير محدودة. العلماء بيسموه انحياز البقاء او انحياز النجاة، وفيها بيغلط الانسان المنطق بالتركيز على الاشخاص او الاشياء اللي حققت انجاز، والتغاضي عن اللي حاولوا او ضحوا وما وصلوش. والسبب الثاني هو ثقافة السوق. الشركات الكبيرة لقت ان احسن طريقة تزود بيها الانتاجية هي انها تخليك تحس بالذنب لو ما اشتغلتش. فبدأوا يبيعوا لك فكرة ان الشغل مش واجب، ده شغف، واحنا مش شركة، احنا عيلة، ولو بتحب اللي بتعمله مش هتحس بالتعب. النتيجة موظفين بيشتغلوا ساعات إضافية بدون مقابل، بيردوا على الإيميلات في الأجازات، وبيحسوا بالذنب لو حسوا بالمرض. والسبب الثالث المتهم اللي موجود في كل مشكلة، المتهم الذكي، السوشيال ميديا. كل يوم بتفتح انستجرام ولا فيسبوك بتشوف ناس ناجحة كتير بتنشر صورة من المكتب الساعة 11 بالليل، بوست عن رحلة النجاح، فيديو تحفيزي، وأنا ما بنامش عشان أحلامي ما بتنامش. انت قاعد بتتفرج بتحس انك مقصر، بتحس انك لو مش زيهم مش هتوصل. لكن الحقيقه اللي بتشوفه ده مش الواقع، ده شغل متلمع. الدراسات اثبتت ان كتر التعرض للمحتوى التحفيزي بيزود مشاعر القلق والاكتئاب، لانه بيخلق معايير غير واقعيه. طب ايه هو البديل؟ هي الانتاجيه الذكيه، مش الانتاجيه المجنونه. العلم بيقول حاجه بسيطه جدا، الانتاجيه مش في عدد الساعات، الانتاجيه في جوده التركيز. في دراسه من جامعه ستانفورد لقوا ان الانتاجيه بتقل بشكل حاد بعد 50 ساعه شغل في الاسبوع، وانك لو اشتغلت 70 مش هتنتج اكتر من لو اشتغلت هم ال 55 ساعه. المعنى ان الساعات الزياده دي مضيعه للوقت، مش بتزود انتاجك، دي بتقلله. والقاعده الذهبيه هنا 20-80. قاعده باريتو بيقول ايه يا استاذ باريتو؟ 80% من نتائجك بتيجي من 20% من المجهود. المشكله اننا بنضيع وقت في اجتماعات ملهاش لازمه، مهام مش مهمه، رد على رسائل ممكن تتاجل. الحل هنا حدد ال 20% الاهم من شغلك وركز عليهم. لازم تنام. النوم اقل من 7 ساعات بيقلل الانتاجيه، بيضعف الذاكره، وبيزود احتماليه الاخطاء. الخطر الاكبر معانا هو الارهاق المزمن او البيرن اوت. بيرن اوت مش التعب العادي، دي حاله نفسيه وجسديه خطيره بتحصل لما تفضل تشتغل بدون توقف. الاعراض بتبقى ارهاق مزمن، فقدان للشغف، تدهور الاداء، مشاكل صحيه، صداع، مشاكل هضميه، ارق، بالاضافه الى عزلتك الاجتماعيه. لو نجاحك بيتطلب انك تضحي بصحتك، انك تخسر علاقاتك، انك تعيش في قلق دايم، ده مش نجاح، ده فشل مغلف. النجاح الحقيقي انك تعمل شغل تحبه، تكسب كويس، وتعيش حياه متوازنه. مش لازم تختار واحد بس، تقدر تحقق الثلاثه مع بعض. وخليني اديلك الخطوات العمليه عشان تقدر توصل لده. اول حاجه، حدد اولوياتك، مش كل حاجه مهمه. كل اسبوع اسال نفسك ايه الثلاث حاجات الاهم اللي لازم اخلصهم. باقي الشغل يا يتاجل يا يتفوض لمساعد يا اما يتلغي خالص. ثاني حاجه، خد بريكات منتظمه. استخدم تكنيك بومودورو، بيقول لك 25 دقيقة شغل و5 دقايق راحة، وبعد 4 جولات خد من 15 ل 30 دقيقة بريك. ثالث حاجة، تعلم تقول لا. مش كل فرصة تستاهل وقتك، مش كل مشروع يستاهل طاقتك، لا كده جملة واحدة. رابع حاجة، افصل الشغل عن الحياة. حدد ساعات شغل واضحة، بعد الساعة دي قفل.
مفيش رد على ايميلات، مفيش شغل في الاجازات. 5. استثمر في صحتك، نام من 7 ل 8 ساعات يوميا، اتمرن من 3 ل 4 مرات في الاسبوع، وكل صحي، واقضي وقتك مع الناس اللي بتحبها. مفيش حد على فراش الموت قال كنت اتمنى اشتغل اكتر، لكن في ناس كتير ندموا انهم ما قضوش وقت كافي مع عائلتهم، ما عاشوش حياتهم، ضحوا بصحتهم عشان شغل مش هيفتكرهم. الشركة اللي بتشتغل فيها دلوقتي لو سبتها بكرة هيبقى في حد تاني مكانك في ظرف أسبوع، لكن صحتك، علاقاتك، سلامك النفسي دول مش قابلين للاستبدال. في النهاية ثقافة الطحن في الشغل بتبيع لك وهم إن النجاح بيتطلب التضحية بكل حاجة، لكن الحقيقة النجاح المستدام بيتطلب توازن. مش لازم تحرق نفسك عشان تنجح، لازم تحافظ على نفسك عشان تفضل تنجح. اشتغل بذكاء مش بجنون، ركز على القيمة مش الساعات، واحترم جسمك وعقلك لأن هم الأدوات الوحيدة اللي معاك طول العمر. اكتب لي في التعليقات كم ساعة بتشتغل في اليوم، ونفسك الأجازة الجاية تكون كم يوم. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، وسلام.